بيت السناري نموذج معتاد من البيوت الإسلامية اللي احنا عرضناها كتير في حلقاتنا من خلال برنامجكم على أرض مصر، وهي طبعا العناصر المعمارية المتعارف عليها، سواء إذا كان المقعد الصيفي اللي أنا واقفة فيه دلوقتي، وهو المقعد اللي كان بيتجمع فيه الرجال في جلسات، يعني زي ما احنا شايفين الصحن المفتوح يبقى عندهم هواء، الشكل المعماري المعتاد، الصحن، النافورة، المشربيات، المصبعات الخشبية، السلاملك والحراملك، التختبوش، ملقى في الهواء، كمان فوق السطح اللي كانوا بيسموه المقعد القمري، اللي كان بيبقى متحضر علشان في ليالي اكتمال القمر يتفرجوا عليه بشكل جميل. يعني العناصر الاعتيادية بتاعت البيوت الإسلامية اللي كانت معروفة في هذه الفترة، سواء إذا كان الفترة المملوكية أو العثمانية. طبعا هذا المنزل له قصة فريدة جدا، أو صاحبه اللي هو إبراهيم باشا كتخدة السناري، اللي هو السوداني الأصل، عشان كده كانوا بيقول عليه ساعات بيت البربري أو بيسكنوا البرابرة. له قصة غريبة جدا وقصة شيقة جدا هنعرفها من خلال كتاب الجبرتي من خلال حلقتنا النهاردة. هو بيقع في منطقة السيدة زينب، وبالتحديد شارع أو منطقة النصرية. يعني هو قريب جدا وقريب جدا من مقام السيدة زينب. زيارته وحضور الحاجات الثقافية اللي فيه شيء سهل جدا وبسيط جدا، وبيقدم خدمات ثقافية لكل أفراد الأسرة ولكل المراحل العمرية، هنعرفها من خلال حلقتنا. كل سنة وانتم طيبين وأهلا بيكم في بيت السناري. بيت السناري في رمضان إن شاء الله بيقدم برنامج ثري لكل الفئات العمرية. في إن شاء الله يكون في مجموعة كبيرة من الورش وفي مجموعة من العروض الفنية. احنا طبعا في بيت السناري ولخصوصية بيت السناري وعلاقته بمنطقة السيدة زينب وتراثنا الإسلامي الجميل، فاحنا مركزين على حفلات الإنشاد الديني. هيكون عندنا أكتر من حفلة في الإنشاد الديني. عندنا لقاء كل خميس، عرض حكي جميل من واقع تراثنا الثقافي الحي. كل مرة بناخد مثل أو أكلة أو حاجة من الحاجات التراثية الجميلة المصرية وبيتعمل عنها عرض حكي، بالإضافة لحاجة مهمة جدا وهو معرض شراكة ما بين بيت السناري مكتبة الإسكندرية وما بين المركز الثقافي الفرنسي، احتفالا بمرور 60 عام على حرب 56. ده هيكون ما بين بيت السناري وما بين مركز السيداج التابع للمركز الثقافي الفرنسي. هو معرض لمجموعة ضخمة من الصور النادرة والوثائق ومجموعة من التسجيلات النادرة واللي بتؤرخ وبتقدم هذه البطولة المصرية الأصيلة. هتكون في بيت السناري المعرض لمدة أسبوع إن شاء الله، وعرض الفيلم وثائقي بيتم التجهيز ليه ما بين بيت السناري وما بين السيداج إن شاء الله. ده غير طبعا النشاط الطبيعي بتاعنا في مجموعة كبيرة من الندوات ومجموعة كبيرة من الفعاليات الموجهة للمرأة والطفل والشباب إن شاء الله.
معاكم دلوقتي من جوه بيت السناري، وطبعا من خلال كتاب الجبرتي اللي احنا هنستعرض معاه قصة حياة هذا البيت أو قصة حياة إبراهيم باشا كتخدة السناري. في حد ذاتها قصة عجيبة جدا ذكرها الجبرتي في كتابه. احنا عارفين طبعا ان الكتاب اللي كتبه الجبرتي هو كان مؤرخ في الفترة اللي دخلت فيها أو بداية دخول الحملة الفرنسية في مصر، الفترة اللي قبلها وفترة الحملة لحد ما مشيوا. طبعا نفس الفترة اللي كان يعني فيها كلام عن هذا المنزل، فيها كلام عن أصل هذا المنزل، ويمكن بصفة خاصة بنتكلم إن المنزل ده كان بينتسب بشكل كبير جدا لأعضاء فريق الحملة الفرنسية، خصوصا الرسامين كانوا مقيمين في هذا المكان. عشان كده هنلاقي بعد كده الاسم اللي جه بعد بيت السناري أو كتخدة السناري كانت أسامي بعض الفرنسيين اللي سكنوا هذا البيت، لأن زي ما قلنا هو الحملة الفرنسية خدته، عشان كده الجبرتي اتكلم عنه كتير. والجبرتي برضو اتكلم عن أصل هذا البيت وأصل إبراهيم باشا كتخدة السناري هو كان إيه ووصل لإيه. قصة طويلة جدا وعجيبة جدا هنعرفها من خلال حلقتنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. أنا بحب أعرفكم على الأنشطة الثقافية ببيت السناري تبع مكتبة اسكندرية اللي ماسكة الموضوع الأنشطة الفنية والثقافية ببيت السناري لجميع الفئات العمرية. عندنا فئات عمرية بتبدأ من 6 سنين، أول فئة من 6 ل 9 سنين بنقدم لهم ورش عمل خزف وموسيقى زي الإكسليفون والموزايك والطباعة. دي بتبقى عبارة عن 4 محاضرات بيجوا لنا الأطفال 4 مرات في الشهر، بيتعلموا المستوى الأول من كل حاجة في الرسم برضو. وبعدين الفئة الثانية اللي هي فئة الشباب بنعمل لهم ورش عمل متخصصة في المجال بتاع الكليات بتاعتهم زي الموزايك، زي النحت البارز، زي الأركات. بندي برضو القدرات بتاعة كليات الفنون ده لطلبة ثانوية عامة، بندي لهم البرنامج ازاي يلتحقوا بكليات الفنون الجميلة. اما للمرأة فاحنا بنعمل لهم ورش عمل خاصة بيهم زي الحلي، زي الكروشيه، زي التفصيل، الخياطة. دي برضو بتبقى عبارة عن 4 محاضرات في الشهر بالنسبة للمستوى الأول، وبعدين بنكمل معاهم لغاية لما يعرفوا يطلعوا منتج بنعمل بيه معرض في آخر الدورة. وبالنسبة لرمضان احنا عملنا ورش زينة رمضان للأطفال، وعملنا للمرأة ازاي تعمل سلة الخبز بالقماش الخيامية، وفانوس رمضان برضو عملناه للأطفال الصغيرين. وبعد ما اتكلمنا عن سيرة البواب اللي أصبح أمير في العصر العثماني وتحت سيطرة الأمراء المماليك، بنتكلم برضو عن تكملة القصص الغريبة جدا اللي حصلت في هذه الفترة، وهي طبعا قصص برضو الاغتيالات والوفاة اللي بتبقى مأساوية. والأمير كتخدة أو إبراهيم كتخدة السناري كانت وفاته برضو من ضمن المآسي، لأن تم دعوته بشكل طبعا في يعني
غدر وخديعة تمت دعوته هو وبعض الأمراء الآخرين من قبل واحد من الأمراء اللي كان بيعتبر عدو لمراد بيك، ودعاهم زي احتفال، فاكرين طبعا كلنا زي مذبحة القلعة كده، دعاهم في يعني احتفال أو قعدة سلمية، لكن كانت المقصود بالقعدة ان هو يتم اغتيالهم ويتم اعدامهم، ومات كدخدة بهذه الطريقة المأساوية وتم دفنه في مدينة الاسكندرية. الوقف، كلمة الوقف دي من الحاجات المهمة جدا اللي كانت في هذه الفترة. كان صاحب أي ملك بيقرر إن هو يوقف المكان اللي هو فيه بيته، فلوسه، مزرعته، لأي حاجة من الأعمال الخيرية. فإبراهيم كدخدة كان أوقف هذا المنزل. طبعا بالنسبة للوثيقة، وثيقة امتلاك المنزل كان بيبقى فيها طبعا ذكر للوقف رايح فين، فهو كان قال إن هو لو اتقطع سلسالي من الدنيا كله ما أصبحش ليا ورثة يرثون هذا المكان، فإن يعني خدمة هذا البيت أو المصاريف الخاصة بهذا البيت أو المستفيد من هذا البيت هيكون لخدمة حاجتين: خدمة البيت نفسه والمصاريف اللي بتتصرف عليه لإصلاحه وتعميره ما إلى ذلك، والخدمة السيدة زينب رضي الله عنها، المكان والمسجد اللي هي فيه، لأن احنا طبعا زي ما قلنا في البداية إن هو كائن في هذه المنطقة وهو قريب جدا من مقام السيدة زينب، فهو طبعا قال إن هي ده أكتر مكان أحق بالوقف اللي قرروا لهذا المكان. طبعا زي ما بنقول إن الحملة الفرنسية أول ما جت مصر ودخلت مصر ورسمت كتير وشافت حاجات كتير موجودة في كل المدن المصرية، لكن عينها بالتحديد كان على هذا المنزل. هذا المنزل كان له يعني حظ كبير جدا في تاريخ الحملة الفرنسية، لأن زي ما قلنا علماء الحملة الفرنسية استوطنوا هذا المكان، اختاروه لإقامتهم. اتعمل زي ورشة كده علوم وفنون ووثائق، اللي كان يعني بيعمل حاجة هندسية أو بيكتب وثائق هندسية كان موجود هنا، الرسامين، الكتاب، المثقفين. أصبحت هذه الأرض أو أصبح هذا البيت ورشة فنية وعلمية لعلماء الحملة الفرنسية. يعني موسوعة وصف مصر الكبيرة الشهيرة العظيمة اللي احنا قدمناها ليكم برضو من خلال برنامجنا على أرض مصر، كانت بتترسم من هنا، الحاجات كانت بتترسم من هنا. وعلشان كده احنا هنلاحظ ان في صور موسوعة وصف مصر بيت السناري هو واخد أكبر مساحة من رسوم البيوت الإسلامية أو البيوت العربية اللي موجودة في مصر. ليه بقى؟ لأن هم لما كانوا مقيمين هنا كانوا ممكن يلاقوا نفسهم مثلا مش في رحلة عمل أو ما فيش حاجة بيوثقوها، فكانوا طول ما هم قاعدين يرسموا تفاصيل البيت. تفاصيل البيت كانت بتترسم، لدرجة إن بعد فترة طويلة جدا لما الحملة الفرنسية مشت وسابته، خدته مصلحة الآثار، وبعدين رجعوا بعد كده خدوه تاني الفرنسيين بالاتفاق مع مصلحة الآثار وعملوه متحف نابليون بانيليو. كان في بعض الحاجات اتغيرت، بعض الحاجات اختفت، بعض المشربيات اتكسرت. أصبحت الصور المرسومة في موسوعة وصف مصر كأنها وثيقة يعني بالصورة تاريخ، ووثيقة هندسية لشكل البيت من الداخل كان عامل ازاي. فابتدوا ان هم يصلحوا البيت ويرمموه حسب الشكل اللي كان موجود ومرسوم في كتاب وصف مصر.